أهلا بكم في قناتنا على اليوتيوب والتي تهتم بملخصات الروايات العالمية. إذا كنت من محبي القراءة والأدب، فإن هذه القناة ستكون مصدرا قيمنا للمعلومات والتحليلات الأدبية. ستقدم قناتنا ملخصات مختصرة لأشهر الروايات العالمية، مع تحليلات وافية للأحداث والشخصيات والرسائل التي تحملها هذه الأعمال الأدبية الكلاسيكية. ستتعرف على أساليب الكتابة المختلفة وترى كيف يمكن للأدب أن يؤثر على حياتنا وعلى الثقافة العالمية بشكل عام. نحن نؤمن بقوة الكتابة وبأهميتها في تشكيل الأفكار والمشاعر، ونسعى دائما لتقديم محتوى ذو جودة عالية يثري حياتكم الأدبية والثقافية. لا تترددوا في الاشتراك في القناة ومتابعة محتوانا المميز. هذا المحتوى بالكامل تم إنشائه بواسطة الذكاء الاصطناعي. والآن فلنبدأ في رواية اليوم. مزرعة الحيوان هي رواية ساخرة كتبها جورج أورويل عام 1945، وتتناول الرواية قصة حيوانات المزرعة التي تتمرد على مالكها البشري وتقوم بتأسيس دولة حيوانية خاصة بها. فيما يلي ملخص فصول الرواية. في الفصل الأول يتم تقديم المزرعة ومالكها البشري السيد جونز. تشعر الحيوانات بالاستغلال والإهمال من قبل جونز ومساعديه. يتم التخطيط لانتفاضة حيوانية ضد البشر وتحرير المزرعة. في الفصل الثاني تقوم الحيوانات بإنهاء انتفاضتها وتأسيس مجتمع حيواني جديد. يتم وضع مبادئ جديدة تتضمن المساواة بين جميع الحيوانات واستخدام الأرض والثروات بشكل متساوي. يتم تأسيس لجان عمل تتكفل بإدارة شؤون المزرعة. في الفصل الثالث يقوم الخنزير نابليون بتدريب الخنازير الصغيرة وتحويلها إلى جنود. تبدأ الحيوانات في العمل بجد لإنتاج المزيد من الغذاء وتحسين حالتهم المعيشية. في الفصل الرابع يتم إسقاط الإدارة الحالية وتنصيب نابليون كزعيم للمزرعة. يتم تغيير المبادئ الأصلية التي وضعتها الحيوانات وتعمل الحكومة الحيوانية بشكل غير ديمقراطي وتصبح أكثر قمعا للحيوانات. تظهر الفجوة بين الحكومة والشعب، وتتصاعد الصراعات بين الحيوانات. في باقي فصول رواية مزرعة الحيوان يتواصل صراع الحيوانات في المزرعة، وتتحول الحكومة الحيوانية إلى ديكتاتورية تحكم بيد من حديد. يستغل زعيم المزرعة نابليون الفوضى والصراعات الداخلية لكسب السلطة وتحقيق مصالحه الشخصية. تتعرض الحيوانات للظلم والقهر من قبل النظام الحاكم، وتجد نفسها مضطرة للعمل بجد وتحمل الكثير من الصعوبات لإنتاج الغذاء الذي يحتاجونه. يتم استخدام وسائل التحكم الشديدة مثل الإرهاب والتعذيب للحفاظ على النظام الحاكم. يتم استخدام الدعاية والتضليل لتغيير الحقائق وضلال الحيوانات، وتظهر الفجوة بين الواقع وما يروج له النظام الحاكم. يتحول زعيم المزرعة إلى شخصية همجية تستخدم القوة والعنف للحفاظ على سلطته. تتواجه الحيوانات بصعوبات كثيرة وتحاول الدفاع عن حقوقها وحريتها، وتجد نفسها مضطرة لتحمل الكثير من الصعوبات والتحديات في محاولة للتخلص من الظلم والقهر. ينتهي الأمر بوصول المزرعة إلى حالة من الفوضى والانهيار، وتعود الحيوانات إلى الاستعباد من قبل البشر مرة أخرى، بعد فشلهم في تحقيق الحرية والعدالة المطلوبة. تتضمن الرواية رسالة سياسية واضحة، حيث تدعو إلى العدالة الاجتماعية والمساواة، وتنتقد النظام الاستبدادي والفساد السياسي. كما تعبر الرواية عن النظرة السلبية للشيوعية السوفيتية في ذلك الوقت، والتي كانت تحتفظ بالسيطرة الكاملة على الحياة الاجتماعية والسياسية في الاتحاد السوفيتي. وتعتبر مزرعة الحيوان واحدة من أشهر روايات جورج أورويل، الذي كان صحفيا وروائيا ومفكرا سياسيا بريطانيا. ومن بين أهم رواياته الأخرى 1984، التي تعتبر أيضا رواية سياسية تنتقد النظام الاستبدادي والتحكم الحكومي في الحياة اليومية. تتناول رواية مزرعة الحيوان موضوعات مهمة مثل الاستبداد والفساد السياسي والثورة والمساواة. تصور الرواية مجموعة من الحيوانات التي تتحد للثورة على الإنسان وتأسيس مجتمع يتم فيه إدارة المزرعة بواسطة الحيوانات. وفي البداية يكون المجتمع مثاليا ويسود فيه العدل والمساواة،
ولكن سرعان ما تبدأ الحيوانات الحاكمة في الفقدان تدريجيا للأخلاق والمبادئ التي بنيت عليها المزرعة، وتعود إلى الاستبداد والفساد الذي كانوا يعانون منها تحت حكم الإنسان. يتضمن الكتاب رسائل مهمة حول الثورة والسياسة والقيادة. ويظهر في الرواية أن الثورة ليست كافية لتحقيق العدالة والمساواة، بل يجب أن تتبع بتأسيس نظام حكم يعتمد على القيم الأخلاقية ويضع مصلحة المجتمع فوق مصالح الفرد. وترمز الحيوانات في الرواية إلى الفئات الاجتماعية المختلفة، وتؤكد على أهمية تحالف المستضعفين والعمل المشترك لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع. كما تنتقد الرواية الفساد السياسي والاستبداد الذي يتمارس على حساب المستضعفين وتدعو إلى النضال ضد هذا النظام الفاسد. وتظهر رواية مزرعة الحيوان بوضوح أهمية الحرية والحقوق الأساسية للإنسان والحيوان، وأن الحرية لا يمكن أن تكون حقا مؤقتا أو مشروطا بأي شكل من الأشكال. وتعكس الرواية بشكل عام التحديات السياسية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع في العالم اليوم، وتدعو إلى العمل المشترك والتحالف من أجل تحقيق العدالة والمساواة والحرية. إذا أعجبكم المحتوى ارجوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإلى لقاء في حلقة قادمة.